مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة الكشف كرم الظالم. كرم الظالم بقى في كل حاجة، حما، أخت جوز، قرايب، جيران، أي شخص أنت حسيت منه بظلم أو تعرضت منه لظلم. الكشف هيكون على مجموعتين. المجموعة الأولى هي اللي هتختار الكاندل اليلو، والمجموعة التانية هي اللي هتختار الكاندل البينك. تمام. المجموعة الأولى اللي اختارت الكاندل البينك، هنحط الكاندل هنا. تمام. المجموعة الأولى حروفها بأول حرف من اسم الشخص اللي ظلمك: خ، زال، زين، شين، واو، ميم، يه، صاد، ضاد، غين، ه، قاف، ظ، ت. تاني، الناس اللي اختارت المجموعة الأولى أول حرف من اسم الشخص اللي ظلمك: خ، زال، زين، شين، واو، ميم، يه، صاد، ضاد، غين، ه، قاف، ظ، ط. هنحطها هنا عشان تكون يعني قريبة مننا طول القراءة. تمام. وهنبتدي القراءة على طول. أول حاجة هنبتدي نشوفها وهي الطاقة، طاقتك انت الحالية دلوقتي. يلا بينا نقول بسم الله. طاقتك انت الحالية دلوقتي ايه؟ اللي اخترتوا المجموعة الأولى الكاندل اليلو، طاقتك انت ايه؟ يلا بينا. طاقتك انت الحالية ايه؟ تمام. طيب، طاقتك انت الحالية كده. بصوا بقى، هو واضح كده من البداية كده ان الطاقة اللي ظاهرة انها طاقة اسحار، وده للبعض منكم. ممكن تكون انتم كنتم مع الاشخاص، كنتم من الاشخاص المميزين، او اشخاص اللي هي اصحاب الحضور، بمعنى انكم يعني بمعنى انكم كان عندكم قوة جذب ولفت انتباه في اي مكان يعني انتوا بتروحوا فيه، وبسبب ده هم اللي عملوا لكم السحر دول حسوا بالغيرة، وده بسبب نقص عندهم، او ما عندهمش بقى ثقة في نفسهم. آه، انتوا كانوا حاسين ان انتوا لما بتدخلوا اي مكان اكنكم بتسحبوا السجادة من تحت رجليهم، وبيحسوا ان هم مش متشافين او مش متظاهرين زيكم. تمام. ده تسبب ده تسبب في اذية كبيرة ليكم، او الاشخاص اللي قامت بالسحر او الحقد الشديد والغل ده اخدت حاجة منكم، حاجة تخصكم انتم. ممكن يكون كان في تشويه سمعة، كان في كلام بيتقال عنكم بظهركم، ممكن بسبب الأسحار اللي هم عملوها دي حصل فراق عن الشريك، أو تسببوا في مشاكل كبيرة ليكم. أنا شايفة أن انتم بتعانوا من مشاكل كبيرة جدا، والمشاكل دي بسبب طاقة الأسحار الكبيرة اللي أنا شايفاها من أول القراءة. طيب، طاقة الشخص اللي ظلمك ايه؟ الشخص اللي ظلمك ده طاقته ايه دلوقتي؟ تمام. كنت حاسه انك هتقعي والله، ليك مزاج تقعي من اول القراءة. تعالي هنا بقى، مش مشكلة. مم. تمام. طاقة الشخص الظالم ايه؟ احنا قلنا هنا كرم الظالم حما، اخت زوج، سلايف، جيران، طاقة عامة. انا شايفة ان الناس دي عايشة في حالة من عدم الوعي،
او مش حاسين بقيمة حاجات حلوة كتير في حياتهم. الاشخاص دي عندهم اسرار كتير في حياتهم، وفي شيء هيخسروه. والبعض منهم ممكن يكونوا فرقوا بينك وبين الشريك بالاسحار، والبعض منهم كانوا بيحاولوا يلغوكم او يتدخلوا في حياتكم ويغدروا بيكم يعني. وكانوا بيحاولوا يفرضوا شخصيتهم على حياتك الخاصة. صراحة أنا مش قادرة ألومهم في الحتة دي، لأن أنا شايفة أن الشريك كان شخصيته ضعيفة قدامهم، وهو اللي ما كانش عامل لهم حدود أو سقف. بس انتوا كنتوا الشوكة اللي دايما واقفة في ظهرهم، اللي دايما واقفة الكلام مش عاجبكم واقفين في ظهرهم. ممكن تكون طاقة حما أو أخت جوز، أو أخت زوج أو سلفة. الكلام اللي أنا قلته ده أو الطاقة اللي ظهرت دي ممكن زي ما قلت لكم تكون مثلا طاقة سلايف، طاقة حموات، طاقة إخوات زوج. أنا شايفة إنها طاقة كبيرة. طب لو أقارب، لو الطاقة دي على الأقارب، أنا شايفة إن ممكن تكونوا في كلام على ورث أو مبالغ مادية، مع إنكم كنتم يعني انتوا كنتوا دايما كويسين مع الناس دي قوي، وكنتوا معطئين، وكنتم مش بتبخلوا عليهم بأي حاجة، بس هم بيتكلموا عليكم في ظهركم وبيغلوا منكم، عارفين يعني، والعياذ بالله في غل كده، في كراهية. البعض منهم ممكن تكونوا كنتم شركاء مثلا في شركة أو في حاجة، في شغل أو أي شيء، بس هم عندهم غيرة منكم. وممكن الغيرة دي تكون مثلا لو انتوا متزوجين وعندكم أولاد، ممكن تكون الغيرة دي من أولادكم، ممكن يكون وضعكم المادي أو الاجتماعي أعلى منهم. تمام. وده مثلا سبب غيرة وحسد. وممكن تكونوا انتوا من الاشخاص اللي محبوبين، او ليكم زي ما انا ما قلت في الاول ان انتوا اشخاص ليها حضور قوي. تمام. واضح ان الموضوع مش وليد اللحظة، واضح ان الموضوع كان يتبعه تراكمات، يعني في تراكمات كبيرة بينكم وبين بعض. واضح الحقد كان كبير، ومش شرط يكون اللي بيغير او بيحقد ده، على فكرة مش شرط يكون من نفس الفئة العمرية ليك. يعني مش شرط لو انت في الثلاثينات فاللي يكون بيغير منك او بيحسدك ده يكون في نفس الوقت، في نفس العمر قصدي. ممكن يكون اكبر بالعمر وغيرانين ان مثلا اولادهم ما اتجوزوش جوازات زيكم، او مش عايشين العيشة اللي انتوا عايشينها. تمام. زيكم يعني. طيب مواصفات الشخص اللي ظلمك ايه؟ تعالوا نشوف مواصفات الشخص اللي ظلمك ايه. تمام. تمام. طيب بصوا، لو الشخص اللي ظلمك ده هو رجل، ممكن يكون متوسط الطول أو قصير، وممكن يكون جسمه متوسط بس أقرب للتخن أو أقرب للسمنة شوية. تمام. وفي نسبة بسيطة يعني للبعض مش للكل إن هو ممكن يكون الراجل ده أصلع، وبنسبة تانية يعني أو للبعض منكم ممكن يكون شعره غامق، وممكن تكون طريقة لبسه غريبة شوية، او يعني انتم مثلا مش بتحبوا الطريقة دي في اللبس، او انتم مش بتحبوا الستايل ده في اللبس. تمام. طيب لو هي امرأة، فهي امرأة متوسطة الطول، خمرية او حنطية، شعرها ممكن يكون بني، بس هي بتحب تصبغه، عارفين بقى اصفر واشقر والحاجات دي، هي بتحب يعني تعمل الوان صارخة شوية. طيب كارما الظالم ايه بقى؟ ايه هي الكارما بتاعت الظالم ده او الشخص اللي ظلمك او اللي تسبب في ظلمك؟
تمام. كارما الشخص اللي تسبب في ظلمك. بصوا بقى، الأشخاص دول في أزمة مالية كبيرة، عندهم في زعل وفي كلام في ظهرهم وفي خلافات كتير مع أقاربهم أو مثلا مع جيرانهم أو ممكن تكون مع أولادهم. شايفة ان هم مثلا ممكن يكون عندهم أولاد عاقين يعني، أو مش بيسألوا عليهم أو كده. شايفة كمان عندهم أسرار وخبايا هتنكشف، أو في حد هيكشف سترهم. عارفين لما يقولوا لحد انت رصيد سترك خلص، أو رصيد الستر عندك خلص، هو كده. فهو رصيد الستر بتاعهم هيخلص. وفي بعض الأشخاص هيخونوا أمانة، أو بصوا ممكن يكون الشخص اللي هيفضحهم ده عارف انهم بيعملوا أسحار، يعني عارف ان هم ليهم يد في فكرة الأسحار وهيفضحهم. لان شايفة ان الشخص اللي هيغدر بيهم ده هيغدر بيهم بمكر وخداع كبير. شايفة ان في خداع كبير وفي صدمة قوية هتقع عليهم. شايفة كمان مش بس انتوا اللي مظلومين من الناس دي، على فكرة في ناس كتير زيكم اتأذت منهم. الناس دي بطبيعتها بيظلموا المقربين، تمام؟ يعني هم طبعهم بيحبوا الأذى. يعني واضح ان ده مثلا ستايل حياتهم يعني، تمام؟ واضح ان ده اسلوب حياتهم. الكارما هتقع عليهم في اولادهم، هيكونوا عاقين او هيكونوا جاحدين مش بيسألوا عليهم، او هيحصل لهم حاجات تعرضوا مثلا لسجن، تعرضوا لحاجة، يعني حسرتهم هتكون في اولادهم. وممكن اللي عملوه فيكم يعني من تفريق هيعود على اولادهم. يعني ممكن هم مثلا عملوا لكم سحر تفريق. يعني لو عندهم مثلا بنت ممكن تعاني من انفصال وخلافات مع الزوج. الكارما كمان ممكن تكون بفقدان شيء عزيز عليهم جدا. ممكن تكون فقدان أشخاص أو أموال، لأن ظاهر فيه فقدان مبلغ مالي كبير. أنا قلت لكم إن الأشخاص دي هتتعرض للاستغلال، أو في حد هيحاول يستغلهم وهيكشف ستر كبير ليهم. يعني رصيد الستر بتاعهم هيخلص، وده هيبقى جزء من كارمتك. كارما في الوقت الحالي بتاعت المجموعة الأولى لسه ما اتحققتش، بس هي في طريقها للتحقيق. كارما تتحقق امتى؟ الكارما اتأخرت، الكارما الحاجات دي كلها بتبقى قدر. وقت ما ربنا بيريد بتتغير الكارما او بتحصل الكارما. شكرا لاصحاب المجموعة الاولى. اتمنى منكم نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل الجرس، واصحاب المجموعة التانية تجهز معايا على طول. شكرا اصحاب المجموعة الاولى، مستنية منكم كومنتاتكم. اصحاب المجموعة التانية اللي اختارت الكاندل البينك نجهز سوا. حروف المجموعة التانية بأول حرف من اسم الشريك: ألف، س، ج، د، ر، ك، ن، ب، ح، ف، لام، س، ع، ط. بأول حرف من اسم الشخص الظالم لأصحاب المجموعة التانية اللي اختارت الكندل البينك: ألف، س، ج، د، ر، ك، ن، ب، ح، ف، لام، س، ع، ط. حاول بقى اثبتي بقى. ايوه كده ماشي. اول حاجه هنبتدي نشوفها وهي طاقتك انت الحاليه ايه. الطاقه الحاليه ليك انت ايه؟ تمام. طاقتك انت الحاليه ايه يا صاحب المجموعه التانية؟ تمام.
طاقتك انت الحالية ايه يا اللي اخترت المجموعة التانية؟ الطاقة بتاعتكم انكم الطاقة بتاعتكم بتقول انكم واخدين الشريك عن حب، البعض منكم ممكن يكون في خصام او في تباعد في الوقت الحالي مع الشريك، وده ممكن يكون بسبب الحموات او السلايف او اخوات الزوج، وممكن تكونوا انتم محطوطين في امرين او في اختيارين او قرارين صعبين، تكملوا مع الشريك ولا تسيبوه. البعض منكم مش عايز يترك الشريك على فكرة، مش بس عشان هو بيحبه، عشان في بينكم اولاد، والبعض الاخر فيه بلوكات وتباعد. بس شايفة كتير منكم انتوا لسه منتظرين الشريك ولسه عايزين تستمروا في العلاقة دي، وممكن لو في خصام في احتمالية للرجوع قوية. انا شايفة ان انتوا بتفكروا في طاقة الرجوع، او برغم ان انتوا في ما بينكم مشاكل كتير، بس لا، انا شايفة ان طاقة الرجوع قوية. طيب طاقة الاشخاص او طاقة الشخص الظالم اللي انت اصلا داخل تشوف عليه القراءة، طاقته هو ايه؟ طاقته هو ايه؟ تمام. طاقته الحالية ايه؟ الناس دول لو حموات او سلايف او اخت زوجة او اخت زوج يعني، طاقتهم الفترة دي طاقتهم سلبية قوي، والبعض منهم بيعاني من مرض، في امراض في القلب او في تعب في القلب، وفي مشاكل كبيرة جدا، وفي حاجة كبيرة في حياتهم، ممكن شراكة او مشروع الشيء ده هيفشل، وفي خلاف بينهم مع حد مغترب. يعني ايه؟ يعني عايش في بلد تانية، ربما يكون ابن او اخ، او هما في محافظة وهو في محافظة، او هو في مدينة وهما في مدينة. في بينهم خلافات وبقالهم كتير ما شافوش بعض، بس في كلام كده على فلوس، ميراث. الناس دي ليهم ديون ومش عارفين ياخدوها، يعني مسلفين حد فلوسهم مش عارفين يرجعوا فلوسهم. وربما يكون في حد مش بس مديون ليهم، لا ده هو واكل عليهم فلوس، يعني مش في نيته خالص ان هو يرجع لهم. على فكرة شايفة انكم ممكن تكونوا معاهم. على فكرة انتوا ممكن تكونوا موجودين معاهم في نفس البيت، ممكن تكونوا مثلا قاعدين في نفس البيت، ممكن يكون ده مثلا بيت عيلة، او تكونوا جيران مثلا في نفس الشارع او في نفس المنطقة، يعني انتم قريبين. وممكن ما يكونش للبعض منكم حصل انفصال نهائي، يعني لسه في كلام على الانفصال بس ما حصلش انفصال نهائي. على فكرة انتم كويسين قوي مع الناس دي، كنتوا كويسين جدا، بس هم كانوا دايما يعني بيتأمروا عليكم. واضح انه لو اهل الشريك يعني لو احنا بنتكلم على دول اهل الشريك، واضح ان هم كانوا رافضين الارتباط بينكم من البداية، ودلوقتي بقوا بيتعمدوا او كانوا بيتعمدوا ان هم يعملوا مشاكل بينكم وبين الشريك. بس سبحان الله، انت ربنا دايما كان واقف جنبكم وحاميكم وحاميكم انتم من مكرهم، لان انتوا كانت نيتكم طيبة. بصوا خلينا نتكلم بواقعية، القراءة دي فيها أسحار بنسبة 70%، وأكتر اللي عملتها سلايف. بصوا بنسبة بسيطة قوي إنها تكون حما أو أخت زوج. شايفة أكتر إنها سلفة. بصوا أنا شايفة إن بالرغم من وضعهم المالي، أنا شايفة إن وضعهم المالي بالرغم إن هو يعني أحسن منكم، بس هما كانوا دايما حاقدين عليكم وبصين على عيشتكم، برغم ان هم معاهم فلوس اكتر منكم او وضعهم المالي احسن منكم. انا اسفه، بس هم دايما كانوا باصين على عيشتكم. القصه هنا بقى
قصة زواج. يعني انتم مثلا كنتم متقدمين لحد على زواج مثلا، يعني انت او انتي رفضتي الشخص ده فتعمل لكم سحر. يعني انا مثلا كنت متقدمة لفلان فاترفضت، او العكس، سواء انا امرأة او رجل، فلما اترفضتوا راحوا من الناس دي عاملين لكم سحر. تمام. وفي سحر من الاقارب، يعني ممكن تكون الشخص اللي انت تقدمت له ده كان حد من قرايبك، يعني اتعمل بربط زواج. وحتى لو اتجوزتم تنفصلوا، هما بيغيروا منكم لانكم ملفتين للنظر واصحاب حضور مميز. طيب، مواصفات الشخص الظالم ايه؟ تعالوا نشوف مواصفات. أشهد أن محمد رسول الله. مواصفات الشخص الظالم ايه؟ طب انا هوقف بس عشان الاذان وهرجع تاني.